العالم للشباب بمشيئة الله في تركيا تكون طبعا امام الكابتن ربيع ياسين. باذن الله طبعا باذن الله نوعده يعني ان احنا يعني اللي هنقدر عليه هنعمله. هنعمل حاجه كويسه عن شيلي وحاجه كويسه عن العراق وعن انجلترا وهنقدمها للكابتن ربيع ياسين، لان طبعا كلنا في خدمه المنتخب مصر للشباب. وزي ما قال هو تحديدا وتاكيدا لكلامه ان احنا مش اقل من غانا ومش اقل من نيجيريا ومش اقل من دول كثيره جدا كسبت كاس العالم للشباب. مصر قادره بربيع ياسين باولاده الصغيرين اللي عملوا انجاز وانجاز في رايي بالنسبه لكاس الامم الاخيره. فاحنا طبعا تحت امر كابتن ربيع، تحت امر كمان منتخب مصر، تحت امر مصر كلها اذا كانت المصلحه عامه والمصلحه كمان لصالح فرقه زي منتخب الشباب. اتمنى طبعا التوفيق ليه، وباذن الله اوعده مره واثنين وثلاثه واربعه ان هنعمل له تقرير ممتاز عن الفرق الثلاثه او ملف عن الفرق الثلاثه في المرحله الاولى، وبعد كده نتكلم عن بقيه الفرق الاخرى الموجوده في كاس العالم. ان شاء الله كل التوفيق لكابتن ربيع ياسين، وكما ذكرنا ان شاء الله ستكون هناك ملفات لكابتن ربيع ياسين عن هذه المنتخبات الثلاثه طبعا المشاركه في كاس العالم في تركيا في كاس العالم للشباب. هننتقل مشاهدينا الكرام الى الصحافه العالميه، والخبر الاول خاص